لأصحاب الميزانية اليومية أقل من 100 جنيه غدا النهاردة. صباح الورد، صباح الفل والطاقة الإيجابية والتوفير وكمان التفاؤل. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا كده يا أمارات نبدأ الفيديو. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعي. تعالوا النهارده نشوف هنعمل غدا ايه. شربت قهوتي الجميله القمر، وتعالي نشوف حاجتنا النهارده هنكلفها ايه، وهنعمل احلى غدا في الدنيا كلها وكمان مش ارداحي. تعالي كده نشوف جبنا ايه. معاكي ايه يا دودو؟ معايا كده مكرونه قلم، جبت ب20 جنيه مكرونه قلم. تقدري تجيبي نص، تقدري تجيبي كيلو براحتك خالص. هو الكيلو ب22 بس انا وزنت ب20 علشان يعني الفكة، فاهماني؟ فجبت ب20 على طول. وجبت كمان كيلو طماطم، طبعا الطماطم ب5 جنيه. طبعا يعني دي معروفة ان خلاص الطماطم الحمد لله على كل حال رخصت. تعالي اول حاجة كده جبت الحلة على النار، حلة فيها مية علشان المكرونة، والحلة التانية نزلت بحبة من الزيت، نزلت كمان بالطماطم، نزلت عليها بحبة من الملح، حبة من الفلفل الأسود، وحبة كمان من البابريكا. غليت معايا نزلت بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة من الصلصة وسبتها تتسبك. المكرونة بتاعتي خلاص بصي، أول ما المية غليت نزلت بالمكرونة على المية عشان أخليها بقى تستوي. وكمان الصلصة بتاعتي كانت اتسبكت وبصي لونها أحمر وجميل من البابريكا القمر بتاعتنا. تعالي بقى خلاص المكرونة خلاص اتسلقت ونزلناها كده في المصفى، وكمان رجعناها تاني بقى في الحلة بعد ما غسلناها واتصفت كويس قوي. كده بقى هنركن المكرونة جنبنا وكمان هنركن الصلصة جنبنا. كده كلفنا 25 معاكي ايه يا دودو؟ معايا سجق. السجق ده يا بنات نص كيلو من السجق ب65 جنيه. بصوا الجمال. فقلنا عشان نعمل بقى سجق مع المكرونة. طبعا السجق مش هياخد مني اي حاجة خالص، لا دهون بقى ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. تعالي اقولك هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. جبت السجق كده طبعا فتحته، يعني هو بيبقى متشبك في بعضه، قصقصته كده. وحطيتي ايه يا دودو؟ حطيت كده حلة على النار فيها مية. انا عايزة مية تغلي يا بنات، يعني اللي يخليلك تحافظي على السجق ما يفرقعش منك وكمان يلملم كده ويبقى كويس، ان انت تحطي حلة على النار فيها حبة كده من المية والمية بتاعتك تغلي، فاهماني؟ المهم يا بنات، لو وصلتي معايا بقى لغاية دلوقتي ما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعك يا قمراية. بصي بقى يا حلوة، ممكن كمان بدل السجق لو عايز تعملي أكلة اقتصادية جدا ممكن تحمري بطاطس، لأن دلوقتي كمان البطاطس رخصت جدا ب6.5 وب10 وجميلة جدا. يعني أنا بجيبها ب6.5 وكمان بطاطس تحمير. تعالي بقى نعمل السجق القمر ده. جبت بقى الحلة على النار لغاية ما تغلي، يعني أنا عايزة المية تغلي. وادي السجق كمان متحضر جنبي علشان السجق يتقفل ويطلع حلو، لا يفرقع منك ولا تلاقيه كده ايه. في ناس كتير تجيب السجق تقوم مثلا الياف الزيت وتلاقيه فرقع، تلاقيه فكك، تلاقيه طعمه مش حلو خالص. المية كده غليت، هننزل بقى بكمية السجق نص كيلو. هم طلعوا 24 واحدة، يعني لو كل واحد 4 حلو جدا. لو يعني مثلا لو أسرة 4 أفراد أو 5 أفراد، كل واحد 4 كل واحد 5 حلو جدا. عايزة كمان تقطعيه براحتك خالص. ادي كده خليته كده على النار يا دوبك ياخد غلوة واحدة، يعني دقيقتين بس. ومحضرة جنبي المصفى بتاعتي يا دوبك يغلي كده غلوتين. بصي هتلاقيه بقى قفل من الجناب كده والتانى شوية. هو ده بقى اللي بيساعدك ان السجق يطلع حلو جدا، ما يطلعش بقى بصي لا مفرقع ولا في واحدة كده ولا في واحدة كده ولا اي حاجة خالص. طبعا طلعت بقى السجق كله في المصفى علشان يتصفى. الحلة اللي انا سلقت فيها السجق هبتدي ان انا افضي المية بتاعتها وهحطها تاني على النار من غير ما اغسلها ولا اي حاجة، لان هي مش مطرحها اي حاجة خالص.
السجق ده بقى حلاوته إن هو بينزّل الدهون بتاعته وبيستوي وبيتحمّر كلّه كده مع بعضه، ما بياخدش أي وقت، ولا بياخد منِّك سمنة ولا بياخد منِّك زيت ولا بياخد منِّك أي حاجة خالص إن أنتِ حتى تقطّعيه عليها. يعني 65 جنيه سجق، 5 جنيه طماطم، يبقى 70 جنيه، 20 جنيه مكرونة، يبقى 90 جنيه. تقدري كمية المكرونة بقى براحتك خالص زي ما أنتِ تحبي. آدي الحلة بتاعتنا على النار، شغّلت عليها كده النار، وهانزل بقى بالسجق في الحلة أهو زي ما أنتِ شايفة، وهابتدي النار شمعة، وهابتدي إن أنا أغطّي عليه. شمعة كده يا بنات، شمعة. هتلاقيه هي أصلًا بُصّي بقى الدهون كده بتبتدي تنزل حبّة، حبّة، وكل شوية رُجّي الحلة عشان ما يلزقش منِّك. هو مش هيلزق بس تابعيه، أهم حاجة تبقي موطّية النار خالص. بُصّي، كل شوية رُجّي الحلة، كل شوية رُجّي الحلة وقلّبيه، بس اوعي يعني المعلقة بالراحة، ما تقلّبيهوش إن أنتِ يتفرقع منِّك. بُصّي بقى الجمال، هو يا دوبك هيحمّر نَفْسه بنَفْسه. في ناس بتعمله في الصينية معاه بصل وطماطم وفلفل براحتك خالص، بس أنا عندي هنا بيحبوه أكتر اللي هو بينزّل الدهون بتاعته وبيحمّر نَفْسه. أهو بُصّوا بقى الجمال، كل التحميرة دي هي الدهون بتاعته هي اللي نزلت وحمّرته. بُصّوا بقى الجمال، آدي طبق المكرونة عليه ال4 سجقات اللي أنا قُلت لِك عليها. بُصّوا الشكل أصلًا أو طبق المكرونة يتكلّم عن نَفْسه، مع حاجة ساقعة بقى، مع عصير، أيًا كان معاه إيه. يعني غدانا يتكلّف 90 جنيه أو أقل من 90 جنيه، لإن أنا ما عملتش اللي ب20 جنيه مكرونة كُلّه، لإنه يعتبر كيلو، فاهماني؟ فأنا شِلت منّه حبّة، يعني يعتبر عملت ب15 جنيه كمان. يعني أنا الأكلة ممكن تكون كلفتني 85 جنيه غدا النهارده، اقتصادي مش أرداحي وكمان بلحوم. تقدري تجيبي ب50 جنيه لحمة مفرومة وتعصجيها، تعملي طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي ما تحبي يا ست الكل، اعملي يا قمراي. المهم اتغدينا خلاص، وده يا بنات فشار. الحبة دول ب5 جنيه فشار أهو، اللي في الكيس دول. وأنا واقفة باجيب المكرونة أو باجيب شوية حاجات، باقوم جايبة إيه، ب5 جنيه دول فشار. بابتدي بقى اللي أنا أجيبه كده وأعمله إيه للأولاد، بيطلع حلو جدًا بدل ما تشتريه من برّه. بُصّي بقى الجمال، وكان في حبة كمان تاني فايضين في الكيس، بُصّوا يتسلّوا كمان. الله على الجمال، يعني غدا وتسلية ما فيش أحسن من كده. وكده يا بنات الفيديو بتاعنا اقتصادي، ولو عجبِك الفيديو وعجبتِك القناة وعجبتِك الميزانيات اللي بانزّلها لأصحاب الميزانية اليومية، زي ما قُلت لِك كل يوم هننزّل ميزانية جديدة. وما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي، وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعك، واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا أحلى أمارات في الدنيا كلها، مع السلامة.